أسوأ شركة موبايلات في الوقت الحالي بتعمل لك أجهزة اقتصادية ومتوسطة بأرقام فلكية ولا تصلح أصلا للاستخدام، اللي هي شركة أوبو. خد عندك بقى A5X و A3X و A5 برو و A5. الأجهزة دي سعرها غالي مقارنة بإمكانياتها والقيمة مقابل السعر. يعني عدة زي النهاردة جاتني كسر زيرو، موبايل أوبو A5 برو، إمكانيات تعتبر يعني لا تصلح من حيث سعرها اللي هقول لك عليه وهيصدمك. سناب دراجون 6 اس جين 1، معالج متوسط جدا اقتصادي. عندك كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل معقوله، بس كاميرا اماميه لا تصلح بالمره ابدا من حيث السعر، اللي هي 8 ميجا بكسل. بطاريه بس كويسه شويه 5800 ملي امبير، واجهزه كتير عاملاها. عندك حمايه عاليه ضد الميه، واجهزه كتير برضو عاملاها باسعار اقل من كده. السعر بتاعها كام؟ سعرها عامل 13400 جنيه. الله، ازاي يا عم 13400 جنيه في موبايل امكانياته محدوده؟ في تليفونات زي الاي 16 اي 17 امكانياتها افضل منه في السامسونجات، او الموتورولا او الانفينكس عامله امكانيات اعلى من كده بكتير باسعار 3000 او 4000 فرق. لا، لما تشتري دور على القيمه مقابل السعر. يعني جهاز برضه زي اوبو اي 3 اكس اقتصادي كان نازل من فتره، لا يصلح مره للاستخدام. اي 5 اكس برضه سعره حوالي زاد 1000 جنيه من اول امبارح. اي 5 اكس زاد حوالي 1000 جنيه. امكانيات برضه الاي 17، عفوا الاي 07 من سامسونج افضل منه بمراحل. فما ترميش فلوسك كده وخلاص في الارض عشان تشتري اوبو. بصراحة أنا شفت منها أجهزة، أنا عندي حتى في الموبايلات بطلت أنزلها تماما. ليه؟ إمكانيات مقابل قيمة، أو مقابل القيمة مقابل السعر لا تصلح بالمرة. شركة أوبو يا ريت اعمل حاجة كويسة، جودة محترمة، بعيدا عن الفئات العليا. أنا بتكلم عن المتوسط والاقتصادي، عاملة إمكانيات لا تصلح بأسعار فلكية. تحياتي ليكم، بحبكم في الله.